هو المتحف المصري الكبير يستاهل كل الضجة اللي معمولة عليه دي؟ أيوة يستاهل ضجة أكبر من كده كمان، لأن المعلومات اللي موجودة في الفيديو ده عن المتحف المصري الكبير هتعرفك قد إيه إحنا عندنا تحفة معمارية أثرية موجودة في مصر في العصر الحديث. على بعد 2 كيلو من أهرامات الجيزة موجود أكبر صرح هندسي تراثي أثري بيضم 100,000 قطعة أثرية من حضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة. أكبر متحف أثري في العالم كله، ما هو أصلي مفيش دولة في العالم كله عندها حضارة زي الحضارة المصرية، فيليق بمصر وتاريخها الأثري إن يكون فيها أكبر متحف في العالم. بداية التفكير في إنشاء المتحف كانت سنة 2002. في الوقت ده عملوا مسابقة عالمية لتصميم المتحف علشان يختاروا مين الشركة اللي هتبدأ في تصميم المتحف، وفي 2003 فازت بالمسابقة دي شركة أيرلندية، وتم بدء إنشاء المتحف سنة 2005، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في سنة 2010. ولكن من 2010 ل 2016 اتأخر تكملة تنفيذ المشروع بسبب الظروف الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر في الوقت ده، لغاية ما وصلنا ل 2021 وتم التشغيل التجريبي للمتحف لبعض المناطق الموجودة فيه. أخيرا وصلنا ل 2025 والعالم كله في انتظار الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر. أول ما بتخش المتحف بتلاقي فيه في استقبالك تمثال عظيم ضخم طوله أكتر من 11 متر ووزنه 83 طن، وهو تمثال الملك رمسيس الثاني. لكن قبل ما بتدخل المتحف بتلاقي إن المتحف تصميمه على شكل الأهرامات بالظبط، وهنا طبعا في عبقرية هندسية بإنهم يربطوا ال3 أهرامات بمدخل المتحف. والأول مرة بقى جوه المتحف قدروا يجمعوا كل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، واللي تجاوز عددها أكتر من 5000 قطعة أثرية. لأول مرة بقى جمعوا كل القطع الأثرية بتاعته دي في مكان واحد في جناح الملك توت عنخ آمون، واللي فيه رتبوا القطع الأثرية دي بطريقة معينة علشان يحكوا لك قصة الملك توت عنخ آمون وحياته كانت عاملة ازاي وازاي اكتشفوا المقبرة بتاعته. انت عارف يعني ايه المتحف فيه اكتر من 100,000 قطعة اثرية؟ يعني لو قررت تشوف القطعة دي كلها هتحتاج 27 ساعة، ده في حالة انك هتشوف كل قطعة في ثانية واحدة بس. واجهة المتحف بقى كلها اتصممت من الازاز عشان يسمح لدخول نور الشمس، وتكون الشمس هي اللي منورة المتحف بدون اي حرارة علشان ما يستهلكوش كهرباء. المتحف مش مجرد مزار سياحي عالمي، ولكن هو بيعتبر مركز للبحث العلمي وترميم الاثار، ده لان هناك في مختبرات لترميم الاثار ومكتبة فيها اهم الكتب اللي بتحكي عن الحضارة المصرية، وكمان في مركز للمؤتمرات ومطاعم ومحلات عشان تكون مناسبة لكل الزوار. $1,000,000,000 كانت تكلفة انشاء المتحف المصري الكبير عشان يطلع بالعظمة دي كلها، ويستاهل انه يتقال عنه هدية مصر للعالم كله.